كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. دعاء المتهمة بقتل فاطمة فتاة بورسعيد، وبالأدلة حسبت لكم إزاي إن محمود وعيلته أبرياء، وإن دعاء هي المتهمة فعلا، لأن الموضوع زاد عن حده. الناس عمالة تشتم في شهد ويطعنوا في شرف الناس، وأنا مستغربة إن في قنوات يعني نسبة المشاهدة عندها عالية وبتطلع تخوض في الأعراض عادي خالص، وتعمل نسبة مشاهدات وتعمل مانشيتات وتعمل عناوين، وما بتظهر الحقيقة يحذفوش العنوان ولا يحذفوا الفيديو. فدي حاجة أنا مستغربة لها. هنرجع لموضوعنا بالدليل ازاي ان محمود وعيلته ابرياء، وان دعاء هي المتهمة. في احد المنصات عملت لقاء مع عيلة محمود كلهم واتكلموا عن دعاء. اهم حاجة شهد قالتها عن دعاء في اللقاء ده ان دعاء لابسة نقاب، محدش بيشوف وشها، مش بتبان الا عينيها بس اللي باينة. ما حد بيطلب منها حاجة بتتنح ويكرر الطلب مرة ولا 2 ولا 3 لما تروح تعمله، وممكن ما يتعملش. عندها لا مبالاة، عندها تأخر ذهني. المهم ان هي مش انسانة مطيعة ولا مريحة. رغم ان هي لابسة النقاب، شهد قالت ان هي ما بتصليش. احنا المفروض الصلاة وبعدين الناس تلبس النقاب. لكن على فكرة اللي عايش في الأرياف وفي الأقاليم دلوقتي احنا عارفين ان الناس، في ناس بتلبس النقاب تتدارى فيه. طبعا العيب مش في النقاب، العيب في الشخص نفسه. ففي ناس بتلبسه كستارة تختفي وراه أو تستخبى وراه. شهد ما اتسألت هل تتوقعي ان دعاء تعمل كده، قالت لك لا، ما توقعهاش. طب كلام شهد، دعاء مهملة في عيالها وما بتنظفهمش، مش بتنظف المكان اللي هي فيه، ما بتسمعش الكلام، ودي قلناه. هنيجي بعد كده لأبو شهد وهو بيتكلم عن دعاء برضه، قال نفس الموضوع، ان دعاء مش نظيفة، ما بتنظفش عيالها، بتصحى متأخر. ان المباحث لما جت خدتهم خدت البيت كله. احنا عارفين ان المباحث بتحقق مع كل متهم على انفراد. اللي لاحظته المباحث دعاء كل مرة تتهم واحد، كل شوية لحد ما اتهمت جوزها واتهمت جاره واتهمت محمود، اتهمت الكل. فمن النقطة دي أصبحت إن هي المتهمة الوحيدة، لأنها كل مرة بتتهم حد مختلف عن الأولاني وبتجيب له حجج. ودي هنعرفها واحنا بنحكي، لأن النيابة بلغتهم إن دعاء هي اللي اعترفت. إيه السبب؟ أبو شهد حسب أقوال دعاء في النيابة، السبب اللي خلاها تقتل فاطمة إن فاطمة طلعت تقول لها إيه؟ إن فاطمة بتنظر عليها، بتقول لها انت مالك، ريحه بيتك وحشه وريحه سنه وعيالك مش نضاف وانت مش نظيفه. المره دي دعاء دمها اتحرك، قالت لها طب تعالي معايا نطلع فوق، اجيب المرتبه بتاعتي من فوق عشان انزل انظف الشقه. فاطمه طلعت معاها. اللي حصل فوق ونزلت دعاء، نزلت اتاكدت ان الدنيا تمام ومحدش شاف ولا حس ان فاطمه طلعت معاها فوق. كملت الجريمة بتاعتها ونزلت عادي، قعدت على طشت الغسيل لحد ما احنا عارفين بقى أم فاطمة راحت تصحيها وصحت محمود ونادى عليه. ده الأقوال المثبوتة في النيابة على لسان أبو شهد. نيجي لمحمود. محمود قال نفس الكلام، دعاء مش نظيفة، تصحى متأخر، بيقرفوا ياكلوا من أكلها، عيالها وراحت أوضتها طالعة، أم محمود هي اللي بتطبخ الأكل. ما احنا عارفين دعاء قالت عن كل واحد حكاية، يعني محمود قالت عليه حكاية، قالت إن هي شافته هو وفاطمة طالعين فوق الشقة وكلمت أخته، قالت ليها ما يصحش محمود وفاطمة يطلعوا في الشقة فوق. في نفس الوقت كانت أخته في الشغل، وجت تحريات الشرطة أثبتت إن أخت محمود اللي هي أم شهد في التوقيت اللي قالت عليه دعاء إن هي في الشغل،
يعني دماغ دعاء شغالة، عملت سيناريو لمحمود وفاطمة عشان تأكد الكلام عليهم. محمود وهو بيحكي قال إن أنا رحت أنا وفاطمة جبنا السحور من السوبر ماركت على الموتوسيكل. جاب السحور محمود المسكين، وجاب الأكل وشاف الأكل ما يكفيش، فشوفي كرم الضيف عشان دول ضيوفه هو، فاطمة وأمها ضيوفه هو، ما كلش. فاطمة اتخانقت معاه، انت ما بتاكلش ليه؟ قال لها ماليش نفسي اكل، وهو كان رافض ياكل عشان الاكل مش مكفي، العدد كبير. طب واحد بالاخلاق ده يقتل؟ يعني واحد اكرم ضيفه لدرجة ان هو قعد جعان وهيصوم تاني يوم، ورغم ذلك كان بيوفر الطاقة، كان بيوفر الاكل عشان فاطمة وامها ياكلوا. فاطمة وامها ضيوف رحمة الله عليها، بس مزودينها شوية، عبء على عيلة كبيرة بيشتغلوا باليومية، اليوم بيومه، ودول رايحين وقاعدين. وبعدين قاعدة تتنظر على دعاء جاية لها قاعدة لها في البيت، بعمالين يمدحوا في فاطمة، لا وكمان قاعدة بتتنظر على دعاء وتقول لها ان الريحة ومش الريحة. ده بالإضافة ان محمود بيحكي ان بيتهم اتخرب، اتسرق من البيت 300,000 جنيه وشاشات وابصر حاجات خاصة بالمعدات الزراعة. ناس بيتها اتخرب حرفيا. دعاء دي بني آدمة عندها غل، شيطان راكبها. واحدة ريحة أوضتها ريحة البول بتاع ولادها، ريحة عيالها مش نظيفة. حسب ما جه في النيابة عندنا سببين دعاء ذكرتهم هي اللي خلتها تعمل كده في فاطمة. اولا قعدت تنظر عليها بريحتها الوحشه وريحه اوضتها الوحشه وعيالها اللي مش نضاف. الحاجه التانيه ان في خلاف خفي داير، عايزين يطلعوا دعاء يقعدوها في الشقه اللي فوق اللي لسه مش اتظبطت، ويجيبوا فاطمه يقعدوها في الشقه اللي تحت. الناس كانت فاهمه غلط، كانت فاهمه ان دعاء هتقعد في الشقه اللي تحت وفاطمه هتطلع في الشقه اللي فوق. طلع العكس، لان احنا زي ما احنا شايفين الشقه اللي تحت متوضبه. فدعاء هي الجريمه مش كانت مخططه لها، هي جت معاها بالصدفه. يعني هي ما كانتش تعرف ان فاطمه هتبات مثلا، ما كانتش تعرف ان فاطمه هتبقى قاعده جوه لوحدها، ما كانتش تعرف ان فاطمه هتقول لها الكلام اللي يستفزها كده. ام فاطمه طلعت في لقاء وبتقول لك لا ده بنتها دخلت تنام. طب ما احنا عارفين كلنا، او ده الطبيعي، ان احنا لما بنصحى ونتمشى شويه بنيجي ننام، مش بننام على طول، بنبقى نايمين صاحيين. يعني ممكن دعاء وهي وفاطمه جوه اتكلموا في حاجات، وبدليل قالت لها على الموضوع ده، موضوع عدم النظافه. فهي دعاء من وجهه نظر عيله جوزها ما غيروش الكلام، ما كلهم اتفقوا على حاجات معينه من ورا بعض، مش نظيفه، ما بتسمعش الكلام، ما بتقضيش مصلحه، كل حاجه لازم تقولها وتكررها. فده من وجهه نظري كله يدل على براءه عيله محمود وعيله وشاهد، ويدل على براءه العيله دي كلها. الناس دي اتظلمت في القضيه دي، كل حاجه جت وليده الصدفه. ما دعاء فيها العيوب دي كلها، ليه السيد مش طلقها؟ لان عندهم اخوه حماده مطلق معاه ولدين، فده هيطلق، وده معاه بنتين، واحده سلسبيل دي عندها 2.5 سنين، ومكه عندها 3 شهور. وبعدين في حاجه انا كنت فاكره الاول ان دعاء دي صغيره، لا ده طلعت دعاء عندها حوالي 32 سنه 35 سنه، ومتجوزه لها 4 سنين. يعني لو عندها 35 سنة زي ما البعض قال، يعني اتجوزت وهي عندها 30 31 سنة. عارفين ان السن ده في الأرياف كبير، ان هي مش متعلمة ولا بتعرف تقرا ولا تكتب ولا عندها جامعة ولا مدرسة، فهي اتجوزت وهي كبيرة. جات لها فاطمة العيلة اللي عندها 15 سنة بتقطم فيها وبتنظر عليها وبتكيد فيها، وبتقول لها انت نظيفه او مش نظيفه، وهتاخد منها الشقه اللي هي قاعده فيها. فخيالها المريض صور لها ان قالت لها تعالي نطلع فوق نجيب المراتب من فوق، وحصل وخبطتها موتت. المحامي بتاع فاطمه بيقول لك ازاي هي وقعتها،
وفي حاجة عايزين مش ننساها يا جماعة، فاطمة عندها كهرباء زايدة في المخ، من أعراضها الإغماء، يعني لو تعرضت لتوتر لزقة ممكن يغمى عليها، ما هي مريضة مش طبيعية، ممكن حصل لها إغماء، والإغماء ده هو كان السبب إن وقعت، ولما وقعت نزلت دعاء تحت، جابت التليفون والمراية وحطتهم في إيدها، لأن أنا كنت بستغرب هي طالعة فوق مع دعاء تجيب المرتبة، واخدة المراية ليه؟ طب التليفون ممكن ماسكاه في إيدها حد يتصل بيه، واخدة المراية ليه؟ فيا جماعة ما نظلمش حد، لأن عيلة محمود دي اتبهدلت حرفيا، لأن محمود واضح إن هو بيحب خطيبته وخطيبها بمزاجه، محدش أجبره عليها، أهلها راحوا قعدوا عندهم 15 يوم، أبو فاطمة وأمها وأخوها، أو 17 يوم، ويقولوا عشان أبوها وأخوها يدوروا على شغل. طب هم رايحين يدوروا على شغل، واخدين فاطمة وأمها معاهم ليه؟ مش لهم بيت يقعدوا فيه؟ كل ده بيمثل ضغط على دعاء. أم فاطمة ربنا يصبرها يا رب، ربنا يصبرها، سايبه القضيه كلها وشابطه في شهد خدتها، وشهد مشيتها، وشهد جت تعبانه، ولو كانت تعبانه وبنتي عرفت بنتي مش هتسيبها، لا ما تسيبها، بنتك اساسا تعبانه، بنتك عندها كهرباء زياده، فوارد انها بتتعب، وبعدين ممكن تكون متعودين انتوا ان شهد تشتكي من التعب اللي عندها عادي، لكن محمود بريء، محمود اللي ما يرضاش ياكل عشان يوفر الطاقة لضيوفه، ما يقتلش وما يعملش حاجة غلط ولا يخون ايه ده، الريحة طالعة في كل حتة. وبعدين دعاء هنرجع وتقول انه كل واحد كانت بترمي عليك جريمة وبتألف له قصة، فبلاش نتهم الناس بدون أدلة، لا انتوا النيابة ولا انتوا الشرطة ولا معاكم الأدلة، وبلاش نشتم الناس، وبلاش نخوض في أعراض الناس، هي حادثة بتحصل بنعلق عليها، بنناقشها مع بعض، وربنا يظهر الحقيقة ويعوض على محمود ويعوض على أم فاطمة. بس أم فاطمة وأهلها كانوا ناس مهملين، تاني ناس مهملين، وربنا يصبرها، هي أكيد الأم ما كانتش تعرف إن بنتها هيحصل لها كده، بس هي بتصرفوا تصرفات غريبة برضه إحنا مش متعودين عليها، وإن الخطيبة تبات في بيت خطيبها والكلام اللي انتوا عارفينه ده، وربنا يعوض محمود خير هو وأهله، لأنهم ناس مكافحين، الناس رايحين قاعدين في أراضي مستصلحة جديد، طريق مقطوع عشان يعرفوا يعيشوا، حتى فرضا هنمشي ورا الناس اللي بيقولوا محمود شريك في الجريمة، كان حطها في شوال وخدها في الموتوسيكل بتاعه رماها في أي حتة ولا حد دري، لكن هما جايبوا مصيبة ليه في البيت؟ هي دعاء هي اللي ارتكبت الجريمة، والجريمة جاية بالصدفة، هي ما كانتش تقصد، واللي ساعدها على كده ظروف فاطمة الصحية، مش عايزين ننسى تاني إن فاطمة عندها كهرباء في المخ، ومن أعراضها الإغماء، يحصل عملية إغماء. على العموم ربنا يظهر الحقيقة. سلام عليكم.